الو. من اسبوع كده كنت قاعد معايا ورقة وقلم، عندي مشكلة حسابية كده. يعني هي ما كانتش صعبة عمليا بس كانت طويلة، يعني انت كانت هتحتاج آلة حاسبة وتقعد بقى ايه فاهم ساعة ساعة ونص عمال بتحسب عشان تطبقها يعني. هي كانت بتقول ايه، انت نفترض مثلا كيس ان في واحد معاه 1000 جنيه كل شهر متبقية من فلوسه، وهو عايز يستثمر ال1000 جنيه دي. تمام. ففي فترة سنتين ايه هيبقى احسن ابروتش للتصرف ده ان هو يستثمر الفلوس دي؟ فعندك مثلا اسلوب ودائع بنكية معين، هو يقدر كل شهر يحط وديعة بال1000 جنيه دي. في خلال 24 شهر هيبقى عنده 24 وديعة، وهكذا ده السيستم يعني. العائد بتاع الوديعة 4.5%. بس هو عنده كذا حل ان هو يحط كل شهر 1000 جنيه، او كل شهرين 2000، او كل 3 شهور 3، وهكذا يعني عنده الكام حل دول. طب هو ايه الفرق؟ ان هو لو هيكسر اي وديعة منهم، لو في وديعة هتتكسر هتكلفه 30 جنيه. فهي الفكرة ان انا كان المفروض احسب ايه احسن عائد بتاع كل وديعة من دول، وايه معدل الكسر بتاع كل وديعة، يعني البوتنشال لوس والبوتنشال وين بتاع كل وديعة، عشان خاطر اقدر احسب ايه احسن ابروتش هيبقى مناسب اكتر. فانا عادي ورقة وقلم ولا حاسبة وبدأت اتعامل، بس انا لقيت ان في جزء معين من المعادلة دي كلها هيبقى طويل وصعب وملوش لازمة. يعني الحوار ده اكيد في طريقة اسهل من كده، يعني ان انت تحسب الوديعة، كل وديعة منهم هتعود عليك بكام في خلال 24 شهر. طبعا العملية من اولها لاخرها ممكن تعمل بميثود عادي، يعني بتديها انبوتس وخلاص هتظبط لك الدنيا. بس انا كان هدفي في الحوار كله ان انا انجز وقت، مش ان انا اتشالنج حاجه يعني. فبس لقيت ان انا عشان احسب مثلا كل وديعه هتطلع قد ايه، او كل ميثود هيطلع قد ايه، انت لازم تحسب مثلا ان انت اول وديعه دي على مدار 24 شهر العائد بتاعها الشهري كام، وتضرب في 24، وبعد كده تروح اللي بعدها اللي هي تحسب بعدها بشهر، وهكذا لحد ما توصل لاخر وديعه خالص اللي تتحدث في اخر شهر، عشان تقدر تحسب العائد بتاع الميثود ده، وهكذا مع كل حاجة. فأنا على العموم لقيت إن هي تبقى شيء أسهل كتير إن أنا أكتبها بفانكشن، يعني من حيث الوقت ومن حيث حتى التفكير، يعني الحوار ضامي فعادي ممكن ميثود يعمله. بس خليني أوضح لك الأول الأبروتش عشان خاطر تفهم الميثود ماشي إزاي. دلوقتي يعني خلينا نمسك أول حالة، إن أنت هتودع كل شهر، كل 1000 جنيه هتجيلك كل أول شهر هتودعها. فأنت في خلال 24 شهر هتعمل 24 عملية إيداع. تمام. احنا المفروض نحسب الفايدة على العموم ساعة لما نوصل لحد آخر سنتين عن 24 شهر، انت جنيت كام من طريقة الإيداع دي. فانت ببساطة أول إيداع انت عملته قعد 24 شهر في البنك، فالبنك بيديك 4.5 في السنة، يعني انت خدت 90 جنيه من أول واحدة دي. لو انت جيت تتحرك، جيت تنزل بعد عند من أول واحدة دي لحد التانية والتالتة والرابعة، هتلاقي إن الفرق بينهم هو بس فوائد شهر واحد بس من كل واحدة والتانية، لأن دي قعدت 24، دي قعدت 23، دي قعدت 22. فأنت لو حسبت هتلاقي إن كل واحدة بتجني كل شهر تقريبا 3 جنيه 75 قرش، أو بالظبط 3 جنيه 75 قرش. فالفرق بين الأولى والتانية هيبقى 90 ناقص 3 جنيه 75 قرش، وهكذا لحد ما هتنزل لحد آخر واحدة خالص، هتلاقيها جانت شهر واحد بس، لأن هي هتحط في البنك شهر واحد بس، فجانت 3 جنيه 75 قرش. فأنت بسهولة ممكن تعمل فانكشن بتاخد هي بوينتر، اللي هو مثلا البداية بتاعتها مثلا هتبقى 90 جنيه، دي أول إيداع أنت عملته. بعد كده تديها مثلا سبليت، إن هو مثلا إحنا بننقص بالرقم ده، اللي هو بننقص 3 جنيه 75 قرش عند كل واحدة، وتديها توتال. طبعا التوتال في البداية بيبقى صفر، أنت ما جانتش شيء. وبعد كده أنت هتسيب الفانكشن تتحرك هي لوحدها، وهي هتطلع لك، هتقعد تجمع وتطرح بطريقة ريكيرسيف كده، وتطلع لك الناتج في الآخر. ده هيشتغل مع كل الميثودز بتاعتنا، ان هي بتاعت ان انت هتودع مره كل 3 شهور او 5 شهور او سنه ايا يكن، ان انت مش مهتم انت حاططها بعد كام شهر، انت اللي فارق لك السبليت كام. والسبليت بيعبر عن الشهور بس، انت بالنسبه للفانكشن السبليت هيبقى اوضح بكتير جدا، لان انت لو عبرت عن الشهور بس، او انت اديت لها بارامتر شهور، انت مضطر تديها برضو بارامتر ان هي الفرق بينهم كام، لان انت ما تقدرش تعرف ده عن طريق رقم الشهور بس. فانا وجهة نظري ان دي هتبقى احسن طريقه، يعني هتعمل ار فانكشن مثلا كالكيو، هتاخد بارامترز زي ما قلت لك، هتاخد توتال، وهتاخد بوينتر، وهتاخد سبليت، وبعد كده هتديها ريتيرن على طول، مش محتاجين بودي. فانت هتشيك الاول لو البوينتر بتاعك بقى اصغر من السبليت، وهقول لك ليه اصغر مش يساوي صفر. لان مثلا احنا ممكن نقول لو البوينتر بقى بيساوي صفر، او احنا خلاص وصلنا ان احنا مبقيناش في فوائد، بس ده مش الكيس بتاعت كل الميثودز. يعني انت عندك طريقة التلات شهور دي، او بتاعت 3 شهور انت اخر وديعة تتحط
هيبقى بقالها شهرين، فهي مش هتبقى صفر. يعني انت لما هتيجي توصل هي مش هتبقى صفر اصلا. فانت لو قعدت تطرح هتلاقي نفسك وصلت للسالب فجأة، لان انت هتفضل ماشي 3 شهور 3 شهور 3 شهور، وبعد كده في واحدة قعدت شهر واحد بس او شهرين، فلو طلعت من السبليت هتنزل عن الصفر. فهي الصح بتاعها ان انت تبقى مجرد ما تنزل تحت السبليت ريتيرن توتال. وممكن بقى انت ايه تتشيك لو لو البوينتر كان بصفر، تزود اخر فرق ده وخلاص، اخر بوينتر ده على التوتال، وخلاص يبقى انت كده انجزتها يعني. بس انا اقول لك الميثود اللي انا عملته، لان انا حتى دي ما عملتهاش، لان انا زي ما قلت لك انا ما كنتش محتاج ميثود يطلع حل كامل. انا كنت محتاج ميثود يقص عليا بس الطريق في الجزء ده، وانا بسهوله اقدر الوج الفرق الاخير ده واضيفه انا بالورقه والقلم عادي يعني. فلو هي اصغر من السبليت هنريتيرن التوتال، لو هي مش اصغر يبقى هنكمل الريكيرسيف بقى فانكشن، نبعت لها التوتال الجديد اللي هو توتال بلس بوينتر، والبوينتر ينقص السبليت، والسبليت يتبعت تاني زي ما هو. وكده انت انجزتها. ممكن بقى اللوج ده كونستريس مثلا هيبقى كالكيو. نجرب اول ميثود اللي هو بتاع ال1000 جنيه. فانت بتبدأ التوتال بتاعك بصفر، وبعد كده البوينتر بتاعك هيبقى 90، لان هي زي ما قلت لك اول واحدة هتقعد سنتين. وبعد كده انت السبليت بتاعك هيبقى 3.75، ده اللي هو الفايدة الشهرية او الفرق بين، مش الفايدة الشهرية لان انت مش كل مرة تبعت الفايدة الشهرية، انت المفروض تبعت الفايدة بين عملية الإيداع الأولى وعملية الإيداع التانية. دي فاهم قعدت في فرق بينهم كام شهر، فاهم قصدي؟ او في الآخر هم رجعوا قد ايه. لو انت عرفت ده الفانكشن هتكمل عادي. طبعا بعد كده ممكن تلوج الريسبونس. بس نفتح بقى هنا الانسبكت، هتلاقيها مطلعه لك 1125. لو انت مشيت بده ورقه وقلم هتلاقيها بالظبط هي بتطلع لك الرقم ده. الرقم ده مش ناقص في حاله الشهر، لان انت ما عندكش اي حاجه نقصت. يعني انت اخر واحده خدت لك شهر مظبوط، لكن انت لو اتحركنا قدام شويه، لو انت بقى في حاله غيرنا البوينتر ده مثلا خليناه 3 شهور او شهرين، هتلاقي بدأ ان انت يبقى عندك الرقم ده ناقص اخر عمليه ايداع، لان هي ما عادتش بالكامل. مش محتاج ان احنا نقعد نكمل الحوار كله، لان انت زي ما انت شايف الموضوع سيمبل يعني. تقدر تاخده حتى عندك كوبي تجرب. بس يعني الفكرة مش ادفانسد، الفكرة مش صعبة، بس الفكرة بتاعت ان انا قصيت مثلا نص ساعة ورقة وقلم كتابة في 3 سطور كود، دي كانت لذيذة فشخ، فحبيت اشاركها معاكم يعني.